كان هناك نرفزة واضحة من السيد الوزير، كانت هناك قهقهات ضحك ربما على أحد الأسئلة إلى غير ذلك. وأنا قادر على أن أكون ردي نوعا ما بذات العنف الذي تحدث فيه السيد الوزير. بدأنا بالمناسبة، المناسبة هي الاحتجاجات وردة فعل الحكومة. تحدث السيد الوزير بإسهاب، ثم ذهبنا إلى قطاع الصحة. فدون إطالة أنا أردت ألا نقوم عفوا بتقييم عام للقطاعات لكي لا نقدم حصيلة الحكومة بقدر ما نقدم رسالة الحكومة. لم تكن تهمني حينها تفاصيل حصيلة الحكومة، لأنه ربما يكون هناك زمن آخر على المستوى الإعلامي لتقديم الحصيلة في هذه القطاعات، بقدر ما كان يهم الاستجابة لأسئلة الشباب. ذهب الحوار في سياقه والحمد لله طرحنا جدليات وإشكاليات. عدنا لآيت بوكماز، ذهبنا لزلزال الحوز، رحلنا إلى حادثة أكادير، إلى الكاستنج، البروفايلات التي تواجه في الحكومة، التواصل السياسي من قبل هذه الحكومة وغياب مجموعة من الوزراء عن المشهد، ولا يتواصلون ولا يقدمون حتى المنجزات إن وجدت من طرف هذه الحكومة. فبالتالي دخلنا ولن أقول شنآن، ولكن ربما كان هناك نرفزة واضحة من السيد الوزير، كانت هناك قهقهات ضحك ربما على أحد الأسئلة إلى غير ذلك، إلى أن وصلنا إلى السؤال الحقيقي المركزي اليوم: هل أنصتم لمطالب الشباب؟ هل عرفتم إلى أين وصل سقف مطالب الشباب؟ فأنا قلت له يعني، وشاهدتم المقطع. فقال: من أين جئت بهذه المعلومات؟ أولا لحظة الصمت التي حدثت هي أردت أن أستذكر اسم المنصة ديسكورد. أنا ما أعرفهاش، نكتب عليك وخانا، أنا ماشي جيل زد، ولكن ماشي يعني متعمق في هذه البلاتفورم ولا داكشي. فمشات لي سمية المنصة، فحدث صمت لي ثانية أو أقل حتى، وقلت قالوها في منصاتهم، فخرجت الكلمة. لم أسميها، أنا أردت أن أسميها. وبعد ذلك كان جوابي هادئا. هناك من قال، وسأعود لمن قال أنه ابتلع لسانه أو أنه قمعه أو لا أبدا. كما قلت لكم في البداية، أنا إعلامي مش من نيكاراغوا ولا من دولة، أنا من المغرب. وفي الأزمات من هذا النوع حتى وإن جئت بالمسؤول لا تحاول أن تلعب دور البطولة. وأي تصرف، حتى إيقاع الصوت إن ارتفع، وكان هناك رد على إطلاقه لقب ناطق الرسمي باسم جيل زد، ارتفع صوتي واحتديت معه في النقاش. وأنا قادر على أن أكون ردي نوعا ما بذات العنف الذي تحدث فيه السيد الوزير، ولكن من سيستفيد؟ قد يخرج هذا الشحن من الاستوديو إلى الشارع، وأنا لا أبحث عن ذلك. أنا أبحث عن